ايفون 11 برو ماكس جاي لنا علشان خاطر نغير له البطاريه. الجهاز زي ما انتم شايفين اول مره يتفتح. طبعا جهاز زي ده اول مره يتفتح لازم ناخد بالنا من كل التفاصيل بتاعته، لازم ناخد بالنا من تنظيف الكاميرا قبل ما نيجي نقفل زي ما انتم شايفين كده. لازم ناخد بالنا ان احنا لما هنغير بطاريه نغير له بطاريه اصليه علشان خاطر نحافظ على تفاصيل الجهاز ونحافظ على نفس الاداء ونفس الكواليتي بتاع الجهاز. طبعا احنا هنغير دلوقتي مع بعض البطاريه، هنفك الشيلدات دي وبعد كده هنرفع الشاشه علشان خاطر نطلع البطاريه بكل سلاسه، ما يحصلش اي مشاكل ولا اي خطوره على الشاشه. تعالى بقى هنا نشوف الدبل فيس او الووتر بروف بتاع شركه ابل نفسها. الووتر بروف بتاع شركه ابل نفسها عمره ما بيكون لزق، عمره ما بيكون ماده، بيبقى عباره عن فريم دبل فيس. تمام، بيبقى عباره عن فريم دبل فيس. بص كده هنا فريم الدبل فيس ده عمرك ما هتجيب زيه، عمرك ما هتعرف تجيب زيه. الفريم ده ما بيتباعش في السوق، بيتباع في السوق انواع وفريمات ووتر بروف، ولكن عمرها ما هتبقى نفس كواليتي ابل. عمرها لما هتيجي تنزلها وتقفلها ما هتخلي الجهاز ووتر بروف تاني، ولما تيجي تنفخ فيه هيبقى الجهاز مش بينفس اي هواء، لان الفريم ده مختلف تماما عن اللي في السوق. اللي في السوق موجود وانا عندي منه عمر ما هتجيب بقى الكواليتي والخامه دي، عمر ما هتجيب الكواليتي والخامه بتاعه الفريم الووتر بروف دي نفس الخامه بتاعه فريم ابل، لان دي مختلفه تماما. دي بتتباع في السوق المصري بانواع مختلفه وجوده مختلفه، ولكن حتى لو انت جايب اعلى جوده عمرها ما هتبقى زي الفريم بتاع ابل، لان في ناس كتير جدا بتبقى عاوزه تعمل صيانه للجهاز وبتبقى متخيله اللي هو لما هيتقفل فريم الووتر بروف هو كده هيقدر ينزل تاني بالجهاز الميه، هيقدر ينزل بيه بسين. ولكن الناس متخيله برضو وفاهمه حته الووتر بروف دي او ضد الميه غلط. هو ما فيش ايفون ضد الميه، هو الايفون مقاوم للميه فقط، مقاوم للميه. يعني ما تنفعش تنزل بيه بسين. بيجي لنا اجهزه بتبقى متبرشمه اول مره تتفتح بتبقى بايظه بسبب نزولها الميه، بسبب نزوله البسين. كل ده غلط وكل ده وارد اللي هو يعمل لك مشاكل في الجهاز. مقاوم للميه دي يعني لو جه عليه شويه ميه، يعني لو انت مثلا فكرت ان انت تنزل بيه عمق معين بكام دقيقة معينة مش هيحصل له حاجة. انما انت لو طولت عن مدة معينة وعن عمق معين هيحصل مشاكل في الجهاز مع ضغط المية، هتلاقي المية عملت مشكلة في الجهاز بتاعك. طيب لما تيجي تقفل بفريم الووتر بروف ده هيمنع الرذاذ يخش الجهاز، هيمنع الأتربة تخش الجهاز، هيمنع حاجات كتير جدا من ان الأتربة تبقى موجودة على الكاميرا الأمامية زي ما انت شايف كده. هيمنع ان لو جه عليه شوية اي أتربة ولا اي رذاذ مية من فوق وجم على الدوت بروجيكتور هنا ولا على الكاميرا الأمامية ممكن يحصل خلل في الفيس اي دي، والفيس اي دي يجيب لك نوت افيلبل. فكل ده لازم تبقى عارف ان فريم الووتر بروف ده هيحافظ لك على كل المشاكل دي. طيب الناس بقى اللي بتقفل مادة الووتر بروف، مادة الووتر بروف دي هي اخطر حاجة ممكن تتخيلها. دي مادة ووتر بروف ولكن شفافة مش اسود، طبعا في منها اسود وفي منها شفاف. مادة الفريم او مادة تقفيل الووتر بروف دي اخطر حاجة ممكن تتخيلها، لان جهازك لو حصل فيه مشكلة في البطارية، في الفايبريشن، في الشحن، في الجرس، في اي حاجة حابب ان انت تفتح الجهاز تاني، اول حاجة هيحصل ضرر كبير جدا للشاشة وانت بتفتح الجهاز. تاني حاجة ممكن الفريم ده او تقفيل الووتر بروف لما تيجي تقفله، جالنا قبل كده اجهزة المادة وصل للزراير الداخلية هنا، واصله للزراير الداخليه فعملت مشكله في الزراير دي ما بقتش شغاله، فبالتالي انت محتاج ان انت تشيل الماده. طيب جينا رفعنا الماده لقينا الفلاته بتاعه الزراير دي حصل فيها مشكله. الفلاته دي عشان تغيرها مرتبطه بالشحن الوايرلس،
مرتبطه بشحن الوايرلس. يعني انت عشان تيجي تغير الفلاتة مرتبطه بشحن الوايرلس ومرتبطه بالزرار اللي هو السايلنت، كل ده عشان بس انت عاوز تقفله ووتر بروف عشان خاطر ما ينفسش هواء. لا، تقفل بفريم الووتر بروف احسن بكتير جدا من انك تقفل بمادة الووتر بروف. هتحافظ على شاشتك، هتحافظ على الاداء بتاعك، هتحافظ على اداء الجهاز، مش هيحصل اي خلل ولا اي مشاكل في الجهاز. دي نصيحتي ليك. تابع بقى معانا الفيديو وشوفنا لما هنغير البطارية الجهاز هنرجعه زيرو زي ما كان. فكينا الجهاز بالكامل وفصلنا الشاشة عن باقي الجهاز علشان ما يحصلش فيها اي ضرر او اي مشاكل. ده البوردة وده الجهاز. زي ما انتم شايفين الجهاز اول مرة يتفتح. طبعا هنا عندنا حاجة مهمة جدا ومعلومة مهمة جدا لازم تعرفوها. الجهاز الوحيد والبوردة الوحيدة في ال11 برو وال11 برو ماكس اللي اي سي الشحن بتاعها مش على البوردة، اي سي الشحن بتاعها على فلاتة الشحن اهو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اي سي الشحن هنا على فلاتة الشحن، سبيكر امبليفاير بالكويلات بتاعته على فلاتة الشحن، كل حاجة هنا على فلاتة الشحن، الشبكة على فلاتة الشحن. فهنا لازم كل الجزء ده ياخد تغذية. هياخد تغذية منين؟ لان هو كل الايسات دي مش مرتبطة بالبوردة الرئيسية، فعشان ياخد تغذية لازم ياخد تغذية من البطارية. فعلشان كده هتلاقي البطارية الوحيدة في ال11 برو وال11 برو ماكس اللي ليها 2 كونكتور او 2 فلاتة فوق هتغذي البوردة الرئيسية نفسها، والفلاتة اللي تحت اللي هي هتغذي الجزء اللي تحت بتاع اي سي الشحن والسبيكر امبليفاير والشبكات وكل الجزء اللي تحت ده. ده الموديل الوحيد هو وال11 برو اللي فيه فلاتين كده في البطارية، واللي اي سي الشحن موجود على فلاتة الشحن منفصل ومنعزل تماما عن البوردة الرئيسية. طبعا احنا جبنا بطارية اصلية هتديك نسبة 100%، ولكن طبعا هتديك رسالة اللي هي متغيرة قبل كده قطعة غير معروفة. طيب علشان ما تدكش بقى رسالة قطعة غير معروفة بنعمل ايه؟ بناخد الفلاتة اللي هي في البوردة الرئيسية اللي هي الفلاتة اللي تحت دي، وبعد لما بناخد الفلاتة اللي تحت دي بنفكها وبنفك اللحام بتاعها من هنا وبنلحمها على البطارية الجديدة بدل الفلاتة دي، او ساعات بنجيب بطارية بدون فلاتة وبنوصل فلاتة الجي سي. دي اسمها فلاتة الجي سي المبرمجة اللي هي المفروض هتخلي الجهاز نورمال ما يبقاش كأنه اتغير خالص في اي قطعة غيار. وبعد لما بنركب الفلاتة وبنعمل عملية نقل الفلاتة وتبنيط الفلاتة بنرفع نسبة الفلاتة ونبرمجها ونرفع نسبة البطارية عن طريق الفلاتة دي ونخلي ساعتها البطارية نسبتها 100%. فانت قادر تخلي نسبة البطارية اي رقم انت عاوزه بالفلاتة دي. طيب هل في ناس كتير بتعمل كده؟ طبعا ناس كتير قوي بتعمل كده علشان لما تيجي تبيع الجهاز يبان اللي هو متغيرلوش اي حاجة، ما حصلش اي صيانة في الجهاز بالكامل. طيب احنا بنعملش كده ليه؟ عشان خاطر كده وبس؟ لا، علشان خاطر كمان الفلاتة دي ليها اضرار وليها عيوب كتير جدا اتكلمنا فيها قبل كده كذا مرة. اضرارها وعيوبها اللي هي ساعات مرة واحدة تخلي الجهاز يفصل، مرة واحدة تخلي الجهاز بيجيب ابل ويقفل، مرة واحدة والجهاز شغال تلاقي الباتري هيلث في السيتنج جوه بقت زيرو، وتلاقي الرسالة ظهرت بتعمل مشكلة في دوائر الشحن ما بين البطارية وما بين الفلاتة. الشحن اللي بيبقى داخل الجهاز ساعات بيحصل فيه مشاكل، فهي مشاكلها كتير جدا واضرارها كتير جدا، لان الاي سي بتاعها هنا ساعات بيضرب وساعات بيعمل مشاكل كتير جدا. فطبعا ايه النصيحة اللي انت لما تيجي تغير بطارية حتى لو هي هتجيب رسالة مفيش اي مشاكل خالص، اهم حاجة تبقى كفاءة البطارية اصلية، كفاءة البطارية نضيفة، الكواليتي بتاعها نفس الكواليتي بتاع البطارية الاصلي. طيب سلسلة بقى الايفون 12 والايفون لحد الايفون 14 لما بتيجي بتغير بطارية اصلي خلع بتتنرمل من الاعدادات بتاعت ابل نفسها وبتجيب لك اللي هي متغيرة، ولكن متغيرة من ابل
اصليه من ابل، زي ما انت هتغيرها في اي وكيل سويتش بلس او تريد لاين بالظبط. بيغير لك البطاريه وبيظهر لك في الاعدادات، ده اي جهاز ابل كده بعد الاي او اس 18 بيظهر لك في الاعدادات رساله اللي هي البطاريه دي متغيره، او الشاشه دي متغيره، او الكاميرا دي متغيره، ولكن متغيره اصليه معتمده من ابل، مستعمله او جديده على حسب القطعه اللي اتغيرت. هنغير دلوقتي مع بعض البطارية ونقفل الجهاز سوا مع بعض. الجهاز رجع كما كان جديد زيرو. البطارية القديمة اهي، البطارية الجديدة ركبت، الشيلدات ركبت. الشيلدات دي مهمة جدا علشان تحافظ على كل الكونكتورات والفلاتات ما تطلعش من مكانها، ما يحصلش فيها اي عطل، اي مشاكل من اقل صدمة او اقل وقعة. الجهاز رجع كما كان، كأن مفيش اي صيانة اتعملت له اطلاقا. اهم من اننا نكسب من العميل اللي احنا نحافظ على جهاز العميل كأنه جهازنا بالظبط، ونراعي ضميرنا في الشغل واحنا بنعمله. الجهاز رجع زيرو حرفيا، نظافة، شيلدات، مسامير، مفيش مسمار ناقص، بطارية كواليتي وأداء وكفاءة عالية جدا زيها زي الأصلي بالظبط. الجهاز شغال كل حاجة، مفيش فيه أي مشاكل إطلاقا. خلاص ضن كده، مبروك. متنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب للقناة لو وصلت معانا لنهاية الفيديو.